مش كفايه بقى؟ هنفضل رايحين جايين عن المطبخ كتير ولا ايه؟ انا عارفه ان انت حاسس بالجوع، بس مش يمكن ده جوع وهمي؟ الجوع الوهمي مش معناه خالص ان جسمك محتاج اكل، لكن ببساطه ده ممكن يكون رد فعل لعادات او مشاعر معينه، زي مثلا انك تكون زهقان، متوتر، حزين، او حتى متعود تاكل في اوقات معينه من غير ما تحس بالجوع الحقيقي. طب ازاي نفرق ما بين الجوع الحقيقي والجوع الوهمي؟ الجوع الحقيقي هو بيزيد تدريجيا، عمره ما هيجي مره واحده، وبنبقى محتاجين بعده ان احنا ناكل وجبه متكامله. اما الجوع الوهمي فبيجي مره واحده، وبيكون غالبا لرغبه في اكل معين زي الحلويات والنشويات والسناكس الغير صحيه. طب وعشان نفرق بين الاتنين نعمل ايه؟ اسال نفسك قبل الاكل، هل انت جعان فعلا ولا مجرد زهقان او مضغوط؟ هل فعلا انت لما تاكل مشكلتك دي هتتحل ولا لا؟ جرب تشرب كوبايه ميه، احيانا الجسم بيخلط بين العطش والجوع. او نستنى 10 دقايق مثلا، لو الجوع راح يبقى اصلا ده كان جوع وهم. لو كمل معاك احساس الجوع يبقى انت جسمك محتاج طاقه فعلا. كمان لازم نركز في وجباتنا الاساسيه والسناكس الصحيه بين الوجبات، لان الاكل المتوازن بيقلل احساس الجوع الوهم. مش كل جوع لازم يخلص بالاكل، احيانا دي بتكون مجرد اشارات انك محتاج راحه او تغيير للمود. لو طريقتك الوحيده في التعبير عن مشاعرك هي الاكل، انت كده محتاج تزورنا في يوتوبيا عشان نعالج مشكله الايموشنال ايتنج.